يا رب أنت خالقني ليه؟ عايزني في إيه؟ صباح الخير. أكتر سؤال سمعته وشُفته بيواجه كل خريج خارج بقى لتحديات الحياة من شغل وارتباط وعلاقات وفلوس، هو سؤال يا رب أنت عايزني في إيه؟ إيه خطتك لحياتي؟ إيه المكان اللي المفروض أكون فيه؟ هل المفروض آخد القرار ده والّا ما آخدش القرار دوّة؟ أسئلة كتير بنوجّهها لربنا هدفها في الآخر إنك أنت تكون متطمن، إنك ماشي في الخطة وفي المكان اللي ربنا عايزك فيه. بس أنا من خلال رحلتي ومن خلال اللي شُفته في حياتي، اكتشفت إن إحنا محتاجين نبدِّل كلمة يا رب أنت عايزني في إيه، لكلمة يا رب أنت خالقني ليه. اكتشفت إن ربنا خالقني علشان أكون ناجح، متميز، حُر، بمعنى إني أكون سيد قراري يعني. فلقيت إن أنا لو اجتهدت قدّام كل فرصة بتيجي قدّامي من شغل أو علاقات وبذلت أقصى مجهود إني أنجح فيها، قررت إني أكون ناجح وأعيش ناجح في الأمر ده بكل أمانة واجتهاد. لو دوّرت جوايا واكتشفت عيوبي والحاجات اللي ناقصاني ومحتاج أتطوّر فيها ومحتاج أتغيّر فيها وأتشكِّل فيها عشان أكون إنسان متميز وأسعى إني أكون مختلف وفارق قدّام نَفْسي وقدّام الآخرين، لو كمان عافرت قدّام كل حاجة مستعبداني، كل حاجة سالبة إرادتي منّي، كل حاجة مخلّية قراري مش في إيدي، كل حاجة باعملها وأنا مش حاببها، قررت إني ما اتنازلش عن إني أكون حُر. لو أنا قررت أعيش اللي ربنا خلقني عشانه، بالاقي نفسي تلقائيًا في المكان اللي ربنا عايزني فيه، بالاقي نفسي تلقائيًا في الحتة اللي ربنا عايزني فيها، وعايش ضمن مقاصده. عشان كده بانصحك عيش اللي ربنا خلقك عشانه، عشان تلاقي نفسك في المكان اللي ربنا عايزك فيه. عيش ناجح، متميز، وحُر. صباح الخير.